فتة اللحم والكوارع من الأشياء اللي مرة أحبها، لأن شغلها مو كتير وبهاراتها مرة قليلة. أنا أحب الأكل بهاراته قليل بلا شيء، يكون على المنظر. موية تغلي، أحط فيها اللحم والكوارع، أسيبها تغلي، أجيب قدر تاني أحط ملعقتين سمن وزيت، أحط راس ثوم كاملة بس تتشوح شوية، البهارات ملعقتين صغار كزبرة، ملعقتين صغار كمون، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وغطى ربع كاسة خل، بس شوية كده جانس. أحط معجون الطماطم ولا طماطم. شوفوا هنا لما غلي اللحم نشيل الريم، مهم نشيل الزفر عشان ما يزفر الشوربة. البهارات بس هيل، فلفل أسود، ورق غار، وملح. طبعا يعني 5-6 حبات هيل، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وكم ورقة غار. أسيبه ساعة على النار واطية. الحين سويت الرز، طبعا الرز منقوع 10 دقايق. أحط ملعقتين زبدة وأشوحه بملح بس كده يتشوح كده ويتماسك. أغطيه وأسيبه يستوي. أول ما يغلي أوطي النار عليه لين يستوي. نجيب طاوة تانية، نقطع عيش مصري، نحط سمن، نخليه كده يتحمص. الخطوة هذه مهمة، بتخلي طعم العيش مرة لذيذ. سمن أو زبدة وزيت. خلاص هنا بعد ما تشوح أجيب الرز، أحط الرز وأحط من الشوربة حق اللحم بعد ما استوى، بس ما نكتر، يعني يمكن مغرفتين، ما نكتر شوربة عشان ما يعجن الرز والعيش. أهم شيء يكون العيش شوية فيه كده شيء كريسبي. خلاص بعد ما خلصت الرز أطلع اللحم، أحمره في سمنة وزيت برضو، أملحه بملح وكزبرة ناشفة. أول ما يستوي أقلبه على النار بس، وخلاص وقدموه كده، وعليكم بألف عافية.